حل وقالوا حل عندك. ورده حلي وشفايفك عسل، ورده حلي ومن نبوسك يصعد السكر عليه. اهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام في الحلقه الثانيه من برنامج رمضان وليل مع الشاعر الكبير المتألق سجاد قتشو. الاستاذ الشاعر الكبير شرفتنا مرتضى بنويو حبيبي الغالي. الله اشكرك على الدعوه. انت متألق. اشكرك. استاذنا منين هو البدائي الشعر سجاد قتشو؟ منين بديت الشعر؟ انا بديت الشعر ب 2007. والنعم، يعني حديثا انت جاي إيه. هسه صاير شاعر مو قديم. 2007 هسه احنا حاليا 2017. مو غالي. يعني 10 سنوات ما تكفي يعني نقول سجاد قتشو شاعر، ما تكفي. هسه ما تكفي. انا ال 91 كاتب قصيده تتالف من 3000 بيت. في بالغالي تكفي لان انا احط اللام على ناس يتخرج في الناصري. والنعم احط اللامه وكان احط اللامه شعراء. شعراء صحيح. توش بكرتي شعراء كلنا شعراء. اي الشعر يعني انت تقول انا بديت من عريان سيد خالد، بديت من عريان صح ولا لا؟ صحيح. هو كان مصلخ اعتقد. لا صدق. يلا المهم بدينا من هالنمط صح ولا لا؟ صحيح. اي الباقوك شعر يعني باقاني حسون نعيم انا كاتب له شعر. نعم. ما ابد ما حد قال. صحيح. صعد على المنصه وجاب اول، وكان باحد اللجنه حسين العتوي وبسنون وزيوني. نعم. احد اللجنه طبعا وجاب اول فيه. صحيح. زين عندك خلاف ويا شاعر الكبير المتألق حسون بالورد. حسون بالورد. حسون يقول شو يقول؟ يقول على اساس انا ضايقه ايه. وانا اكتب له. نريد نسمع وجه الخلاف، يعني الصدق انتم متعاركين لو كذب؟ لا يعني ماكو هيك حكي. لا ماكو هيك حكي، بس سوء تفاهم. لا والله يعني ماكو هيك حكي. سوء تفاهم. يعني هذا كل قالوه كذب. كل قالوا كذب. بارك الله فيك. شو سمعنا بيت على ابو الحسن بالورد؟ حسون بالورد قلت له انت السيف اللي مجرب يلك انت اطق بيك. ومثل عيش بالنيون. اطق بيك؟ تذكر بتشن الجاهل وطق بيك. زايد بإهمالاتك عليه. الله عالكاميرا. هاي رسالة إلى حسون بالورد، وإن شاء الله حق شكو واحد يذكر اسمه بالبرنامج إلى حق الرد مكفول إن شاء الله. أبو الورد أنت شاعر كبير. أبو الورد حسون. وأنت أبو الورد حسون الذي هم هجيته قصائدك ولا؟ يعني حتى وجه الخلاف بيناتكم عادي. يعني طبعا بس هو هذا الخلاف عندك ولا؟ بس احنا تعبناك اليوم. يلا قصيدة تقول صوتك وعلى الكاميرا. قصيدة تقول انا بالطفولة. كتبتها على اخي وحبيبي العلم الشاعر الكبير. والنعم تحياتنا له من خلال منبر برنامج رمضان. تفضل. العلم دائما يلعب في الشارع. خوش حكي. وجبون ضرب وطلاق توشك حاجه. عاد. وانا تاثرت حيل. كتبت عليها القصيدة. شو تقول؟ القصيدة تقول بلي يا بلبول بلي باجي من عصفور بلي الله والطر في طاسة بلي حمام وياسة بلي وبلي يا بلبول بلي ما شفت عصفور. الله على مشاعرك الجيال. أنا مثلت كعصفور. قوية العصفور لأنه العتوب. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين الكرام، انتهت اليوم حلقتنا وإن شاء الله انتظرونا الحلقة الجاية مع المغوار الكبير. أنا يعني انجبرت ما أطلع اسمه بالحلقة، بس المخرج والهاي المغوار الكبير نوني، وإن شاء الله الحلقة الثالثة يكون ويانا. وشكرا جزيلا أستاذ تعبنا.